يا ترى الناس شايفاني ازاي؟ يا ترى شكلي حلو وعجبهم؟ يا ترى بيقولوا عني ايه؟ ويا ترى رأيهم فيا ايه؟ حب نفسك اولا. دايما حاسس اني مش واثق في نفسي، دايما بنسحب من اي تجمع او خروجه. الشاغل ازاي تثبت للي حواليك انك كويس علشان تفضل حاسس انهم راضيين عنك ومحدش يغير رأيه فيك. طبعا ده بيخليك حاسس انك مش متزن ومش مرتاح في اي مكان فيه ناس. دايما بتدافع عن نفسك وبتبرر تصرفاتك وكلامك. طبعا ده بيخليك حاسس انك مش متزن ومش مرتاح في اي مكان فيه ناس. دايما بتدافع عن نفسك وبتبرر تصرفاتك وكلامك. تهتم بزيادة بلبسك ومظهرك الخارجي عشان تلفت انتباه اللي حواليك ليك. تنتقد غيرك وتطلق الأحكام على الناس. بتحب كلمات الشكر والثناء واللايكات الكتير لأن ده بيحسسك بقيمة نفسك. مش بتتقبل نصيحة أي حد ليك وبتعتبرها نقد وبيئ فهم الآخرين. كل ده سبب التعلق. وعلشان نقوي ثقتنا بنفسنا لازم الأول نصلح علاقتنا بنفسنا ونحبها، لأن أي خلل في حياتنا سببه إن إحنا مش عارفين نحب نفسنا. حب نفسك أولا، إنك لما هتوصل لحالة الحب والتقبل مع نفسك ثقتك بنفسك هتزيد وتقديرك لنفسك هيكون أعلى. هتكون واثق من شكلك ومش هتستنى رأي حد فيك. تعبر عن نفسك ورأيك بكل ثقة. هيكون عندك حضور وثبات واتزان في أي مكان تروح. كن مركز على نفسك وعلى تطورك وسعيك في الحياة. هتعرف إن شغلك الشاغل هو نفسك وإنك تطور علاقتك بيها، وتكون النهاردة مع نفسك أحسن من امبارح، فهماك وفهمها وبتعمل اللي نفسك مرتاحاله. بتحب إيه اللي يرضيها، إيه اللي بيضايقها، إيه اللي محتاجة تغيره، ايه اللي محتاجة تتحرر منه، ايه اللي يمنعها من التطور. اعلى درجات الوعي انك تكون مدرك كل اللي بيدور حواليك ومتصالح مع نفسك. حب نفسك اولا، لان حبك لنفسك بيخلصك من اي خلل بتعاني منه في حياتك وعملاتك وعلاقاتك واختياراتك، وبيمنعك من اي سباق مع الاخر. حب نفسك اولا، بس كده.